ازيكم؟ انا ساندي ناجي، وفي الفيديو ده هكلمكم عن السي في. هقول لكم ازاي نعمله بشكل بروفيشنال وازاي كمان نبعته لاي شركه. فيلا بينا. علشان تقدم في اي شركه انت محتاج تهتم بثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه البورتفوليو، وده اتكلمنا عنه في حلقه كامله، ازاي نعمله، ايه انواعه، وايه الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها. هسيب لكم الحلقه هنا، ارجعوا لها علشان هي حلقه مهمه جدا. تاني حاجه مهم جدا برضو انك تهتم بيه هو لينكد ان، وده برضو اتكلمت عنه عندي على انستجرام. لو انتوا مش هناك روحوا اعملوا لي فولو عشان فايتكم حاجات كتيره قوي. تالت حاجه بقى هو السي في، وده اللي هكلمكم عنه النهارده بالتفصيل. لو انت مظبط الثلاث حاجات دول كويس قوي تقدر تقدم في اي شركه او في اي ماركتنج ايجنسي. اكيد سمعت قبل كده عن كلمه ريزومي، دي برضو حاجه شبه السي في كده بس في فرق صغير بينهم. الريزومي بيكون اقصر وبيكون محدد اكتر وبيكون في حاجات ليها علاقه بالمجال اللي انت مقدم عليه بس. يعني لو انت جرافيك ديزاينر هتكتب الحاجات اللي ليها علاقه بس بالمجال ده، لكن السي في بيكون اشمل شويه وفي حاجات اكتر ليها علاقه بسيرتك المهنيه كلها. يعني لو انت جرافيك ديزاينر وهتقدم ممكن تكتب فيها اي حاجه تاني او اي وظيفه تاني اشتغلت فيها او اي كورسات تانية اشتغلت فيها ليها علاقه باي مجال. ممكن تكون اشتغلت في الاتش ار قبل كده او في السيلز قبل كده، فهو ده الفرق الصغير بينهم. طيب هتقدم بقى انهي واحد فيهم، الريزومي ولا السي في؟ ببساطه هتشوف الشركه طالبه منك انهي واحد فيهم وتبعته، بس في الاغلب هيكون الريزومي. دلوقتي بقى هقول لكم على كام حاجه كده تراعوها وانتوا بتكتبوا الريزومي بتاعكم او السي في. بعد كده هقول لكم ايه الاقسام بالظبط اللي تكتبوها وترتبوها ازاي. اول واهم حاجه هو ان ما يبقاش فيه اخطاء لغويه في السي في بتاعك، سواء هتكتبه عربي او انجليش. وفي مواقع كتير قوي ممكن تساعدك انك تكتشف الاخطاء اللغويه اللي موجوده. في سؤال برضو بيتكرر كتير، اكتبه عربي ولا انجليش؟ لو انت مش عارف تكتبه انجليش اكتبه عربي، مفيش اي مشكله. المهم برضو ان هو ما يبقاش فيه اخطاء لغويه. تاني حاجه خد بالك منها وانت بتكتب السي في ان هو يكون فيه جمل او كلمات مفتاحيه ليها علاقه بالمجال اللي انت مقدم عليه، او حتى فيها جمل او عبارات شبه اللي موجوده في الجوب ديسكريبشن، وده علشان يكون في تطابق بين الجوب ديسكريبشن والسي في بتاعك. تالت حاجه اتاكد كويس جدا من المعلومات اللي مكتوبه، ما تكتبش حاجه غلط، ما تكتبش حاجه مش فيك، ما تكتبش حاجه انت ما عملتهاش قبل كده. وتاكد برضو ان الكونتاكتس بتاعتك مكتوبه صح، وراجع السي في بتاعك كذا مره قبل ما تبعته. تعالوا بقى نتكلم عن تقسيمه السي في نفسه، وهكلمكم عن حاجه عليها جدل كبير قوي وهو تصميم السي في. في اراء كتير قوي وبنشوف سيفيهات كتيره معموله بالشكل اللي قدامكم ده، بيكون كمان تمبلتس جاهزه وبيكونوا كلهم شبه بعض. والناس اللي بتعمل السي في بالشكل ده بيكون رايهم انه لازم السي في بتاعك طالما انت مصمم يكون فيه الوان ومترتب ومتزين زي كده. لو انت حابب تعمل السي في بتاعك بنفس الشكل ده دي حاجه ترجع لك. كمان مواقع بيكون عليها تمبلتس جاهزه، مجرد بس ان انت بتدخل بياناتك وهي بتطلع لك السي في بتاعك جاهز. لكن انا في رايي ان الطريقه دي مش بتبقى بروفيشنال قوي، لانه في النهايه الشخص اللي هيشوف السي في بتاعك هو مش هيركز اصلا في كل ده، هو المهم عنده المعلومات اللي انت كاتبها. لو انت بقى عايز تفنن وتطلع ديزاين شكله حلو ممكن تعمل كده في البورتفوليو بتاعك. تعالوا بقى دلوقتي اوريكم الشكل المثالي للسي في وايه الاقسام بالظبط اللي احنا ممكن نكتبها ونرتبها ازاي. اول حاجه بس قبل ما نبدا في السكشنز اللي هنكتبها في السي في، محتاجه بس اقول لكم على كام نقطه كده ناخد بالنا منها، لان بشوف ناس كتير قوي بتقع فيها. زي مثلا الفونتات، حاول ان انت ما تستخدمش اكتر من 3 فونتات بالكتير قوي، وكمان يكونوا شبه بعض وسهلين في القرايه. يعني لو هتستخدم فونت اريال ده هيكون كويس قوي، مش محتاج اكتر من كده. الحاجه التانية اللي محتاج تاخد بالك منها هي الالاينمنت او المحاذاه. يعني لو انت مثلا خدت بالك في الباراجراف ده هتلاقي انه كله ماشي على خط واحد، بيخلي السي في يكون مريح اكتر للعين. شايف هنا برضو الباراجراف ده. وكمان التسلسل البصري، اللي هو انت مثلا عندك هنا عنوان فبتكتبه بولد واكبر شويه من الباراجراف اللي تحتيه، لان انا طبيعي هقرا العنوان الاول وبعدين هقرا الباراجراف اللي تحت. حاجه كمان هي الالوان، برضو حاول انت ما تستخدمش الوان كتير في السي في بتاعك، وكمان تكون الوان سهله برضو في القرايه. يعني لو مثلا احنا مستخدمين هنا خلفيه بيضه مش هيكون كويس انك تستخدم لون اصفر او احمر مثلا، لانه مش هيكون سهل برضو ان هو يتقري. فالحاجات الصغيره دي تبان بديهيه بس هي مهمه قوي، وبشوف كمان اخطاء ناس بتقع فيها، فحاول انت تاخد بالك من الحاجات دي كويس. نبتدي بقى ندخل في الجد والاقسام بقى والحاجات اللي انت هتكتبها في السي في. اول واهم حاجه فوق خالص هتكتبها هي المعلومات الشخصيه بتاعتك والبيانات بتاعتك. والمعلومات دي انا بقصد بيها الكونتاكتس او معلومات التواصل بتاعتك، يعني مثلا اللوكيشن بتاعك، رقم التليفون او الايميل بتاعك. التفاصيل بقى التانية اللي هي بتاعت الحاله الاجتماعيه والجيش والعنوان بالتفصيل والحاجات دي كلها انا بشوف انها مش مهمه قوي. في نفس الوقت لو عايز تضيف صوره ليك ممكن تحطها برضو، بس في ناس بتقول ان الموضوع ده مش بيكون بروفيشنال قوي، وكده كده لو هم طلبوا منك انك تحطها حط صوره مفيش اي مشكله، تكون صوره بروفيشنال برضو مش صوره مثلا سيلفي انت واخده او كده. السكشن التاني اللي هنكتبه هو الاباوت او الاوبجكتيف بتاعك، وده بيكون سطرين 3 بتشرح فيهم انت مين وبتعمل ايه وايه الاهداف بتاعتك.
بعد كده هننقل على الجزء التاني وهو الاكسبيرينس او الخبرات بقى بتاعتك، وهنا بتبتدي تكتب الخبرات العمليه بتاعتك، بتكتب انت اشتغلت ايه، بتكتب التايتل بتاعك، بتكتب المكان اللي انت اشتغلت فيه، بتكتب الزمن اللي انت اشتغلت فيه من امتى لامتى، وهتكتب بريزنت لو انت لسه بتشتغل في المكان ده لحد دلوقتي. كمان هتكتب المهام اللي انت كنت بتعملها في الوظيفه دي في شكل نقط كده، وحاول ان الدنيا تكون منظمه معاك على قد ما تقدر. وبرده كل فتره اهتم ان انت تعمل ابديت للسي في بتاعك. مهم جدا انك تكتب الاكسبيرينس بتاعتك بالتفاصيل بتاعتها، لان دي تقريبا اهم حاجه في السي في بتاعك. طبعا حد هيسالني دلوقتي لو انا ما عنديش اكسبيرينس او ما اشتغلتش في حته قبل كده المفروض اكتب ايه؟ انا قبل ما اكتب الاكسبيرينس بتاعتي ما كانش عندي اي اكسبيرينس في اي مكان، فكنت كاتبه بدل اكسبيرينس دي حاجه اسمها اتشيفمنتس، او الحاجات اللي انا حققتها، بقى مسابقه اشتركت فيها، شهاده اخدتها، او انشطه اشتركت فيها، اعمال خيريه. كل الحاجات دي ممكن تكتبها في الاتشيفمنتس بتاعتك لحد ما يكون عندك اكسبيرينس تكتب الاكسبيرينس بتاعتك مكانها. هننقل بعد كده للقسم اللي بعده او السكشن اللي بعده، هو الكورسز او الكورسات اللي انت اخدتها قبل كده. برضو هتكتب اسم الكورس، وهتكتب المكان اللي خدت فيه الكورس وخدته او حصلت على الشهاده بتاعته امتى بالظبط. اهم حاجه كمان انك تكتب الكورسات من الاحدث للاقدم، ونفس الكلام بالنسبه للاكسبيرينس تكتبهم من الاحدث للاقدم. السكشن اللي بعد كده هو الاديوكيشن والكواليفيكيشنز، المؤهلات بتاعتك بتكتبهم برضو من الاحدث للاقدم. اخر حاجه هتكتبها هي السكيلز او المهارات بقى بتاعتك، سواء المهارات التقنيه يعني البرامج اللي انت بتعرف تشتغل عليها، او المهارات بقى بتاعتك انت الشخصيه، يعني مثلا بتتعلم بسرعه، بتشتغل تحت ضغط، بتسلم قبل الديدلاين، بتنظم وقتك. كل دي مهارات فيك انت ممكن تكتبها، وطبعا مش محتاجه اقولك انك تكتب الحاجات اللي موجوده فيك، يعني ما تحورش من الاخر في السي في. اخر بقى سيكشن، ودي حاجه زياده كده انا حطاها من عندي، وهو البورتفوليو. حاطه لينك البورتفوليو بتاعي ولينك البيهانس. لو انا دوست هنا هيفتح لي البورتفوليو، ولو دوست هنا هيفتح لي البيهانس بتاعي برضو. تعالوا اوريكم. فتح لي لينك البيهانس بتاعي، ودي حاجه انا عاملاها علشان اللي يشوف السي في وحابب ان هو يرجع لشغلي او يشوف شغلي يكون سهل بالنسبه له، وتكون كل حاجه متجمعه في مكان واحد. لو انتوا حابين اقول لكم ازاي نعمل حاجه انتراكتيف كده وتكون كليكابل، نقدر لما ندوس عليها يودينا على لينك تاني، قولوا لي تحت في الكومنتات. بس كده، دي كانت حلقه مجمعه كل حاجه عن السي في. قولوا لي لو في معلومه انت كنت مستني تسمعها وانا ما قلتهاش، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهرد عليكم. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. هسيب لكم تحت في الديسكربشن لينك الانستجرام بتاعي، ادخلوا اعملوا لي فولو او اسالوني عن اي حاجه، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.